السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميلات والأنيقات والغاليات على القناة. فيديو جديد ملابس المحجبات وغير المحجبات لفصل الصيف. إلا كنت مهتمة بموضوع الموضة وكيعجبك المحتوى ديال الأناقة وتعرفي على الجديد، فما عليك إلا أنك تنضمي للقناة بالاشتراك، وكذلك أنك تضغطي على الإعجاب بالفيديو أو لايك، وتضغطي على زر الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. وشكرا. تنسيقات وملابس محجبات للصيف، وكذلك جديد موضة الصيف بأجمل ما كاين من الألوان وكذلك من القطع اللي متواجدة في جميع المحلات وكذلك في جميع لي مارك كما كتشوفوا معايا. بحال هذا الشكل هذا ديال التنسيق هذه اللي هنايا فيها هذا البونطالون كيجي هنايا بالاخضر الفاتح. هنا اخترت معاه هذا الكيمونو اللي كيجي بالبلو سيال، وكذلك هذا التريكو اللي كيجي في الابيض. هنا بالنسبه للكيمونو اخترته في هنايا فيه الاحمر فيه الاصفر، يعني مجموعه من الالوان. كذلك بالنسبه للبونطالون اخترته هنايا في البنفسجي. بالنسبه لهذا الشكل هذا ديال هاد التنسيقه، هنا اختارت هاد الشميز اللي كتجي بهذا اللون سومو كما كتشوفوا هنا مع البونطالون بالبيج، وهنايا مع هاد لا سانتور اللي كتجي في البيج، وحقيبه اليد اللي نفس اللون ديال البيج كذلك. وهنايا هاد الشميز اللي كتجي في الوردي، هنايا كتجي طويله من الدار، هنا اختارتها مع البونطالون، وهنا اختارتها مع تنوره، يعني تنوره صيفيه كيجيو فيها هاد الوريدات بحال هاد الشكل هذا، او مع هاد النوعيه ديال السراويل اللي كتكون واسعه. وكذلك هنا مع هاد البونطالون ديال الجين كما كتشوفوا هنايا الاخضر الفاتح. وهنايا بالنسبه للشميز كيفاش لبستها هنايا مع هاد التنوره، يعني تشكيلات وكيفاش تقدروا حتى افكار متنوعه كيفاش تقدروا تنوعوا هاد التنسيقه ديالكم بشميز اللي بهذا الشكل هذا. الا كانت تتواجد معكم في الخزانه بطبيعه الحال، او الا كنتوا يعني كتفكروا انكم تشريوها بهذه الطريقه تلبسوها. بالنسبه لهادو مجموعه من التنسيقات كذلك اليوميه للخرجات للسفر للذهاب للبحر كما كتشوفوا. فدائما كنبغيو الجديد ونتعرفوا على الجديد. هادو بعض التنسيقات بالنسبه للتنوره. وبالنسبه للجاكيت ديال الجين كما كتشوفوا تيشورت اللي كيجي بهذا الشكل هذا، هنايا لابسه مع هذا الحذاء الرياضي. وهنايا اختارت هاد الشميز اللي كتجي في الاخضر الفاتح. هذه فستان كما كتشوفوا كيتربط من الجناب، يعني هنايا لبسته مع هاد الحقيبه اليد اللي كتجي هنايا بالعقيق اللي انيقه وكلاس. هنايا الاورانج مع الوردي، فستان اللي فيه الوان مختلفه. هنا كيجي مقبوط من جهه الصدر كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. فكيلبساتو هنايا مع الاحذيه، يعني الكعب العالي او يعني ميني طالون، يعني كتجي رائعه، والتنسيقه كتجي زوينه في هذا الفستان. كذلك هنايا هذا الشكل هذا ديال هذا الانصومبل اللي هنا كيجي فيه هذا الكاب مع هذا الشكل ديال بونطالون او هذا السروال هذا باللون الاخضر الفاتح. كذلك هنايا هاد الشميز اللي كتجي طويله بالاصفر، انا اختارت معاها هاد البونطالون او هاد السروال اللي كيجي في الابيض. بالنسبه لهاد الانصومبل هنايا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يخيطوا او يصموا اي يعني الملابس، هذه بعض الافكار بالنسبه لهاد الانصومبل هذا اللي كيتلبس بالجيلي او بلا جيلي. هاد الشكل هذا ديال هاد الانصومبل اللي ولاو دارجين على الموضه هنا مزيان كما كتشوفوا معايا بهاد العقيق هذا اللي كيجي في الجناب ديال هاد الانصومبل. هنايا بالنسبه لهاد الفستان هذا اللي كيجي فيه هنا المارون والبيج، وهنايا الوردي والبيج. دائما البيج كيمشي مع جميع الالوان، وهنايا الازرق مع الاخضر. البنات الا كنتوا وصلتوا معايا حتى لهاد اللحظه ما تنسوش انكم ديروا لايك للفيديو الا عجبكم هذا المحتوى باش يوصل لاكبر عدد ممكن من البنات ويستافدوا من جديد الموضه. وهذا الشكل ديال الانصومبل اللي هنا كيجي فيه شوميز بالالوان، هنا كيجي من الفوق كما كتشوفوا يعني، ومع هذا البونطالون هذا اولا هذا السروال اللي كيجي شويه واسع هنا كيتربط من الجناب بهذا الشكل هذا. فكيجي بحال الجيلي من الفوق، وكذلك كيجي من التحت هذا طويل يعني على الفوقاني. هنا كيجي بهاد الوريدات هادو اللي كيجيو مزينينو
كيجي انيق هاد الانصومبل هذا. بالنسبه لهذا كومبينيزون للمناسبات كما كتشوفوا، كيجي فيه هاد الشكل من الكميم، كيجي نازل وكيجي هابط يعني للمناسبات، اخضر، البيج، الاسود. بالنسبه هنا لهاد الشميز هادي اختارت معاها التنوره اللي كتجي في الابيض. هنايا بالنسبه للفه الحجاب اختارتها في بلو مارين كما كتشوفوا. بالنسبه هنايا الشميز يعني دخلتها وسط التنوره، وخدات هذاك الحزام اللي تيكون مربوط بشميز ودارته يعني من الفوق ديال التنوره، جات مختلفه. وكذلك بالنسبه لهاد الفكره فهي انيقه وجات يعني مع هاد التنسيقه. فستان صيفي للذهاب للبحر مثلا او للخرجات العاديه. كيجي مع هاد النوع ديال هاد الصوندال كما كتشوفوا، كتجي بالبيج وهنا كيجي مزيان بالورود. كذلك هنايا هاد الشميز اللي كتجي هنا في الابيض، هنا جات بهاد الشكل هذا بالاورانج اللي داخل فيها في هاد الزواقه اللي كتجي فيها. كذلك بالنسبه للبونطالون اختارته في الاورانج. وهاد الكومبينيزون اللي كيجي انيق هنا مع الحزام، هنا اخترت مع لفه الحجاب كتجي في الابيض. وهاد النوعيه ديال هاد الحقيبه اليد اللي جات في الدوغي وجات انيقه هنا كما كتشوفوا. الاسود اخترته في الحذاء. بالنسبه هنا لهاد الكومبينيزون اللي كيجي مستور يعني من جهه الظهر، فكتلبسو المحجبه يعني كيجي مريح، وكذلك كيجي انيق في اللبسه ديالته وكلاس، وحتى انه يعني مريح في اللبسه ديالته وكيجي مستور. هنا لابساه مع حذاء رياضي. وهذا الشكل هذا ديال هاد بحال يعني بحال القبيه كتجي طويله بهذا الشكل هذا. كتجي طويله يعني وكتجي واسعه من جهه الكميم بهذا الشكل، كيجيو فيها التصطيفات هادو. وبالنسبه للكميم يعني كيجيو مقبوطين هنا بالاورانج. فستان اللي كيجيو داخلين فيه الاخضر، الازرق، الاورانج، يعني مجموعه من الالوان الصيفيه. وكيجيو فيه هاد الفريفرات بحال هكا في الكتاف وفي الكميم ديال هاد الفستان. فكيجي طويل وكيجي حتى التصميم ديالو اللي كيجي انيق. شوميز اللي كيجيو فيها مجموعه من الالوان كما كتشوفوا معايا. هنايا لابسه مع البنطلون في الاسود، واختارت هاد الالوان يعني تضيف لهم بنطلون في الابيض. هنايا اونصومبل كيجي فيه هاد الشكل هذا، يعني كيجي انيق جدا باللون الوردي مع هاد النوعيه ديال هاد حقيبه اليد اللي كتجي في الارجونتي كما كتشوفوا، مع لفه الحجاب اللي اختارتها في الاسود. بالنسبه هنايا لهاد النوعيه ديال الفستان اللي كيجي هنا فيه طيات، فكيجي انيق. وكذلك بالنسبه للكوليي اللي اختارت مع هذا الفستان، كيف ما تقدروا تلبسوه يعني سامبل هنا، كما تقدروا ديروا لا سانتور اولا تخليوه بحال هكا كيجي مريح. وهذا الكومبينيزون هذا اللي كيجي فيه بحال هكا كيجي دو بياس كما كتشوفوا معايا، يعني من الفوق كيجي مستور بحال شكل الفستان، ومن التحت كيجي فيه البونطالون هنايا مع هاد لا سانتور اللي كتجي، وهاد الفريفرات اللي كيجيو من جهه الكميم الاسود والاحمر، يعني تلبسوا الممتلئات، البنات الممتلئات وكذلك النحيفه. بالنسبه لهذا الشكل هذا ديال هذا انصومبل هنا اللي كيجي بالبلو سيال، هنايا كيجيو فيه هذا الشكل هذا هنايا بالدوغي من الجنب ديال الكميم وفي الكول. البنات الا كنتو وصلتوا معايا حتى لهاد اللحظه، ما تنساوش انكم ديروا لايك الفيديو، وكذلك انكم تشتركوا في القناه الى عجبكم المحتوى، وما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الصديقات ديالكم. نتلاقى معكم في فيديو قادم ان شاء الله. بسلام عليكم.